أهلا بكم. فالمنتور تريدر. الأول أنا حابب أعرفكم كده بيا بشكل سريع جدا. أنا مولود في بيت متوسط الدخل. أنا خريج كلية الهندسة 2009، وبشتغل في مجال المقاولات كمهندس لمدة 15 سنة. طبعا زي أي حد اتخرج كان باصص إن الشغلة بتاعته هتحقق له الجزء المادي اللي هو محتاجه ويتحرك لقدام في حياته. لكن اكتشفت بعد فترة إنه مهم جدا جدا الواحد يكون بيسعى إنه يحقق مجالات مختلفة من الدخل تساعده آه، إنه يكون في مستوى مادي كويس، وكمان عشان يحقق أحلامه ويساعد ناس تانية. فابتديت أدور على مجالات مختلفة وحاجات مهارات أتعلمها علشان أطور من نفسي. وده أمر مفتاحي جدا جدا لو أنت أو أنتي عايز تتحرك في حياتك لقدام. ابتديت أدور في مجالات، طب إزاي أطور نفسي؟ ابتديت أخد كورسات أونلاين. أم، خدت كورس عن الديجيتال ماركتينج. ابتديت أدور في اليوتيوب عن فرص مختلفة بيها أكون بكتسب مهارات تساعدني. و... وأنا بدور كان لقائي الأول مع التداول أو التريدينج، ودي الحاجة اللي أنا هحكي عنها في البرزنتيشن دي. التريدينج أو التداول، آه، في أنواع مختلفة من التداول. بيبتدي من تداول البورصة، من تداول العملات المشفرة الكريبتو كرنسي، تداول الفوركس، وفي شكل من التداول اسمه الخيارات الثنائية. طيب اللي أنا عايز أتكلم عنه مبني على الفوركس. ناس كتير تسمع عن تداول الفوركس، بس هو فعليا هو إيه هو الفوركس ده؟ الفوركس ببساطة هي كلمة تعني فرق الفلوس ما بين العملات، يعني الدولار لليورو للين للدولار الكندي، وهكذا. فرق الفلوس ده هي دي تجارة بيحققوا منها الربح. بس الفوركس جواه عملات كتير جدا، هتلاقوا فيه بيسموها أزواج العملات: اليورو للدولار، الجنيه لليورو، الين للدولار، كذا حاجة. لكن لما بنتكلم عن تداول الفوركس، انت فعليا بتبص على حاجة اسمها التشارتس أو الرسم البياني اللي بيوضح ارتفاع العملة قصاد العملة التانية. يعني لو مثلا بنتكلم عن الدولار قصاد اليورو، فبيتكلم عن المشترين اللي بيشتروا دولار والبائعين اللي بيبيعوا الدولار. ففكرة تداول الفوركس ببساطة إن أنت بتقول أنا فعليا بشتري الدولار لفترة زمنية مفتوحة لغاية لما الدولار ده يصعد قوي لحتة عالية. ففرق الصعود دون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بيكون الربح بتاعك لما تبيع هنا. طيب، ناس كتير بتقول ان الفوركس عشان ادخل فيه واتعلمه زي اي تجارة محتاج بيانات كتير ومتابعة كبيرة ومتابعة للأسواق والأخبار. وفي ناس كتير بتقول طب أنا مش عايز كل وقت يكون زحمة، أنا عايز حاجة تساعدني على جنب، أو قد يكون مجالي الكارير اللي أنا هتحرك فيه، لكن عايز أفضي وقتي. عشان كده اللي أنا عايز أتكلم معاكم النهاردة عن حاجة اسمها الخيارات الثنائية. الخيارات الثنائية دي مبنية على الفوركس، مش هي الفوركس ببساطة. هي أبسط كتير من الفوركس لكن ليها نفس القواعد، ومبنية على الشارتس بتاعت الفوركس أو الرسومات البيانية بتاعت الفوركس. ببساطة بتقول كده إن أنا بشتري، لو قلت إن أنا اشتريت دولار قصاد اليورو لفترة زمنية، ممكن تبقى دقيقة، دقيقتين، خمسة، ممكن تبقى نص ساعة. للفترة الزمنية دي فقط هقول إن الدولار هيرتفع قصاد اليورو لمدة دقيقة. لو خلصت دقيقة والدولار فعلا ارتفع ولو حاجة بسيطة، هبقى أنا كسبت.
طيب لو خطة الدقيقة والدولار انخفض أبقى أنا خسرت. عشان كده الخيارات الثنائية أبسط جدا من الفوركس. طب الخيارات الثنائية بقى إيه قصتها؟ إمتى ابتدت الخيارات الثنائية دي؟ ابتدت من زمان، من أيام الدولة اليونانية القديمة، لكن بدأت في سنة 2008 تنتشر في الولايات المتحدة. طيب ناس كتير تقول طب ازاي استثمر يعني في الخيارات الثنائيه دي، الباينري اوبشن، ازاي يعني الوضع بيمشي فيها ازاي؟ ده اللي انت هتتعلمه، لكن خليني اوريكم فيديو صغنطوط خالص بيحكي ببساطه ازاي بتشتغل في الحاجه دي عن طريق حاجه اسمها التحليل الفني. انت بتذاكر الرسم البياني، وبتبتدي ترسم على الرسم البياني ده، وفي خلال دقيقة ممكن تحقق الربح بتاعك. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو السريع ده اللي يوضح لنا ايه القصة دي بالظبط. فمثلا انا هنا كان عندي عملتين زي ما قلنا، وفي عملة قصاد عملة. ببتدي احلل الرسم البياني، وببتدي اشوف مستويات معينة. وزي ما انتم شايفين بشوف الرسم البياني بتاعي ومهتم جدا بالوقت. وهنا أنا قررت طبقا لتحليلي إن هقول الصفقة دي هدخلها صعود لمدة دقيقة. زي ما انتم شايفين دخلت هنا ب 10 دولار، يعني بنتكلم 10 دولار يعني حوالي 500 جنيه. أنا قلت أنا قلت ساعتها إن هنا هيحصل صعود للسهم، هيحصل صعود، وقلت ده لمدة دقيقة واحدة. فإذا أنا شغلي لمدة دقيقة، ده المجهود الفعلي. لكن طبعا قبليها ببص للجرافات والرسومات البيانية وبحللها زي ما انتم شايفين. طبقا للتحليل بتاعي قلت انه هيطلع تاني، مع ان الواضح انه كان نازل. وهنا انا كسبت مثلا، لانه اللي انا قلت ان العمله دي هتصعد لمده دقيقه قصاد العمله الاخرى، وفعلا حققت ربح. كنت داخل هنا ب 10 دولار اللي هو ما يناظر 500 جنيه، كسبت فوق ال 10 دولار اللي دخلتها 9 دولار، يعني 9 دولار الفرق. يعني في خلال الدقيقة دي أنا كسبت حوالي 450 جنيه في خلال الدقيقة دي. طيب هحكي أكتر عن الخيارات الثنائية الباينري أوبشن، لكن خليني أسأل سؤال: هل معنى الكلام ده إنه الباينري أوبشن دي حاجة سهلة جدا وموضوع فلوس كده بتيجي، أنا مش محتاج أي مجهود، أنا مجرد بعمل صفقات كده وبكسب فلوس؟ طيب عشان ارد على السؤال ده، لانه سؤال مهم، عايز احكي لكم حكايه. انتوا عارفين انا عملت بحث، عشان انا بحب اني ابحث واذاكر كل حاجه. انتوا عارفين عشان اي حد يشتغل مهنه طيار، عارفين الطيار ده بياخد كام؟ متوسط بياخد حوالي في السنه حوالي 220 الف دولار سنويا، يعني شهريا حوالي 18500 دولار شهريا. يعني لو قلت بالجنيه المصري حوالي 925 ألف جنيه مصري. ده متوسط، طبعا بيختلف من شركة لأخرى. طب تفتكروا الطيار ده عشان يقدر يدخل المجال ده ويحقق الأرباح العظيمة دي، تفتكروا ده بكل بساطة وسهولة؟ لا، الموضوع محتاج تدريب. كان بيتدرب، كان في تدريب أكاديمي، بياخد شهادات في الطيران، في تدريب عملي لازم يكمل عدد ساعات معين، في التدريب لازم ياخد شهادات، حاجة زي الكوميرشال بايلوت لايسنس وشهادات مختلفة، لازم يبقى عنده خبرة عملية. الطيار مثلا لازم يعمل تدريبات جسدية، لأنه بيسافر مسافات طويلة، لازم يدرب جسده إن يعرف يقعد مسافات طويلة. لازم يكون في تدريبات زي الجري، زي رفع الأثقال، لازم يكون في حاجة اسمها تدريب نفسي، والحتة دي أمر غاية في الأهمية، التدريب النفسي.
لازم يتحكم في الضغوط اللي بيقابلها في الطيران، ازاي يتعامل وياخد قرارات سريعة. طب تخيلوا معايا الطيار اللي بياخد حوالي مليون، قرب المليون مثلا. تخيلوا لو الشخص ده ما اتدربش ودخل المهنة دي، هنفترض انه حصل كده، تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ دي آخرة عدم التدريب، انه بيحصل خسائر فظيعة مع ان المكاسب بتاعت المهنة دي كبيرة. عشان كده في مبادئ هامة جدا انا حابب اقولها لكم لو هتدخلوا مجال الخيارات الثنائية او التداول بشكل عام. المبدأ رقم واحد، عشان تحقق ربح وربنا يبارك لك فيه، انت لازم تتحرك خطوة بخطوة، الأمر خطوة بخطوة. رقم اتنين، انت لازم تعرف تتحكم في نفسك ومشاعرك وأفكارك. رقم ثلاثة، لازم تخطط هتتحرك ازاي، التخطيط حاجة مهمة جدا. ورقم أربعة، وده اللي بيخليني أتكلم عن الكورس اللي بنقدمه، المنتور تريدر. انت محتاج منتور، محتاج شخص يدربك، شخص يمشي معاك خطوة بخطوة، مش بس هيحكي لك شوية مبادئ او كورسات اللي هي موجودة كتير جدا على النت، لكن انت محتاج شخص يمشي معاك خطوة بخطوة ويتابعك، يتابع شغلك، يبتدي يصححك قبل لما تستثمر في المجال ده. عشان كده تدريب المنتور تريدر هيساعدك في انه هيلم لك الكورسات اللي موجوده اونلاين في المجال بتاع التريدينج دون. في كورسات كتير على فكره، عربي وانجليزي، هيلم لك الحاجات المهمه اللي انت محتاجها. هيعلمك الحاجه، المبدأ التاني اللي اتكلمنا عنه، انك ازاي تدير مشاعرك، ازاي تتحكم في افكارك، وازاي تتحرك بشكل منظم. هيعلمك ازاي تدير حاجة اسمها إدارة رأس المال، اللي تعلمك إزاي يساعدك. والأهم من كل ده كمان، إنه هيمشي معاك خطوة بخطوة. طيب، هتتعلم إيه في الكورس ده بتاع المنتور تريدر؟ هتتعلم يعني إيه الشارتس، الرسومات البيانية اللي انتوا شفتوها في المثل العملي اللي أنا وريته لكم. طب إزاي السوق بيتحرك، إمتى البيع، إمتى الشراء، البائعين بيدخلوا امتى، المشترين بيدخلوا امتى. طب ازاي ارسم حاجه اسمها الدعم والمقاومه، هتلاقوني كنت راسمها في الفيديو اللي عرضته على حضراتكم. طب ايه هي التحركات الكبيره والتحركات الصغيره اللي جوه السوق، ازاي اتوقع كسر ليفل معين، ايه انواع الشموع اليابانيه. الشموع اليابانيه دي اللي هي الرسومات البيانيه دي اللي احنا بنمشي عليها في لما بندخل الصفقات. ايه النماذج بتاعت الشموع اليابانيه، ازاي اتداول بطريقه اسمها سيكولوجيه الشموع، التداول بالسلوك السعري. طب ازاي ادير فلوسي وانا بستثمر في المجال ده علشان اكسب مش اخسر. العامل النفسي، ازاي اتحكم في مشاعري وفي افكاري عشان اكون بتحرك ناحيه الربح. والحاجه المهمه جدا جدا جدا، انه هيكون في متابعه يوميه لشغلك، متابعه يوميه. هكون بتابع الصفقات اللي انت بتدخلها بشكل يومي، زي ما انتم شايفين كده. هعلم واقول لك لا انت دخلت هنا، هنا كان صح، هنا كان غلط، هنا الليفل ده كان مظبوط، هنا ما كانش المفروض تدخل. هساعدك لمدة شهرين في انه تاخد، امشي معاك خطوة بخطوة واشوف الشغل بتاعك لمدة شهرين، وابتدي اعلق لك على كل صفقة تدخلها. وكل ده من غير اما تحط فعليا استثمار فلوس حقيقية، لغاية لما تكون عديت حوالي شهرين في المجال ده. بعديها هقول لك ابتدي استثمر خطوة بخطوة. طيب، لازم تبقى عارف ان مجال تداول التداول عامة او تداول الخيارات الثنائية، ده مجال تجارة زي اي تجارة، فيها ربح وفيها خسارة، ده طبيعي جدا. عشان كده انا عايز احكي لك عن الرؤية بتاعتي. انا عندي رؤية. الرؤية دي إن أنا عايز أكون 1000 شخص، أجهز 1000 شخص يكونوا متداولين ناجحين في المجال ده، عشان يعرفوا يوجدوا فرص لكسب الفلوس تساعدهم في حياتهم، وكمان يعرفوا يساعدوا العائلات بتاعتهم. أتمنى أنت أو أنت تكون واحد من ال1000 شخص ده اللي أنا هدربهم، وده يفرق في حياتك. طيب،
ناس ممكن تسأل طب ايه اللي انا محتاجه عشان ابتدي في المجال ده؟ ايه اللي انا محتاجه عشان احقق ارباح؟ اول حاجة محتاج تفهم ان مجال التداول زي ما انا قلت ده مجال تجارة زي اي مجال، في ربح وفي خسارة، ده طبيعي. لكن لما تمشي وتتدرب معايا خطوة بخطوة، هوريك ازاي تكمل السكة دي. انا شخصيا بمنتهى الشفافية والامانة حققت مكاسب وكمان خسرت في المجال ده، ورجعت تاني احقق مكاسب لاني ابتديت اتعلم. اتعلمت من ناس، اتعلمت من كورسات، بديت اتعلم ازاي اتحكم في افكاري في مشاعري واحط رولز امشي بيها. الرولز دي او القوانين دي تساعدني ان اكمل امشي بشكل ثابت واحقق مكسب من المجال ده. تقدر تبدأ المجال ده من مجرد $15 او $30، حاجه بسيطه. $15 دي يعني حوالي 700 جنيه، او حوالي 1500 جنيه. تقدر تبدا من المجال ده تتعلم، وكل ما تتحرك لقدام زي اي تجاره تقدر تبدا بمبلغ مادي معين، وشويه شويه تقدر تزود المبلغ ده وتزود الارباح دي. النقطه اللي بعد كده انك لازم تتعلم وتركز كويس مع المنتور، مع المدرب بتاعك. الملاحظات اللي انا بقولها لك، الخطوات اللي انا بقولها لك، التعليقات اللي انا بقولها لك على الصفقات والشغل بتاعك، مهم انك تركز فيها عشان تحقق تقدم في المجال ده. وطبعا النقطة الأخيرة والمهمة انك تلتزم بالمبادئ اللي احنا اتكلمنا عليها. طبعا دايما احب اسمع اسئلتكم، واتمنى ليكوا اقصى استفادة في الكورس ده، واتمنى ان تكونوا واحد من ال1000 شخص اللي هكون بدربهم في المجال ده. شكرا جدا لحضرتك.